عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا بنات، انا طبعا كنت قلت لكم ان انا قطع مسكت الجنينة. طبعا انتوا عارفين الجنينة عندي اتنين في البيت بتاعي كبار. شايفين؟ دي اول واحدة، دي جنب البيت هنا اللي هي مدخل الشقه اللي انا ساكنه فيها او البيت اللي انا ساكنه فيه. مسكت الزرع ده قصيته يعتبر من 5 ايام، بس الزرع ما شاء الله هنا بيزرع بقى طبعا عشان انتوا عارفين الربيع والكلام ده كله، فالزرع بيكبر بسرعه. شايفين؟ بيكبر بسرعه بتطلع كده، يعني غير الشتاء خالص. يعني انا افتكر اخر مرة عملت الجنينة دي كان ساعة ما كان رؤوف عايش، كان في شهر 10 قبل ما يتوفى باسبوع. فطبعا شايفين بقى الورد هنا احلى حاجة طالع. الورد، بعشق الورد انا. في الربيع اول ما بشوفه المود بتاعي بيتغير. المود بتاعي بحس ان الحياة جميلة، الحياة مبهجة، الحياة ليها طعم، بحبها جدا. الزهور بحب الورد دي جدا، وخاصة الورد الأحمر وفي الأبيض كمان. بصوا، شايفين الورد وريحته مش قادرة أقول لكم جميلة جدا. شايفين الورد عاملة ازاي؟ بصوا جمالها. مش عارفة بقى واضحة لكم ولا لأ. بصوا الجمال اللي جوه دي، النقط البيضة دي جميلة قوي. بصوا دي يمكن واضحة شوية. شايفينها؟ انا بقى بيتغير مودي اول ما بشوف الورد ده. دي بقى برضو دي برضو بس فيها شوك. دي فيها شوك وفيها شوك، بيتقطع ايديا لما باجي بقطعها. دي لسه هتتفرع لسه كده، اللي هي لسه صغننه، ودي بدأت تفتح اهي. شايفين النهارده الفلوج على الورده فلوج النهارده على الورد. شايفين؟ مايله من تقلها. شايفين مايله ازاي؟ عايزه اقصها، بس في نفس الوقت قلت لا حرام. كانوا بيقصوها، انا هجيب لها دباره او حبل واروح معلقاها، يعني معلقاها كويس. تمام. شايفين لسه هتطلع نيدو الحاجات الصغننه. انا اكتشفت حاجه بقى وانا بقص، قلت ايه ده؟ انا كنت شايفاه ورق عنب بس مش عارفه اذا كان ورق عنب ولا ايه بالظبط. شايفين؟ سايباه بقى، ما قصيتهوش، قصيت كل حاجه. ده بقدونس، بس لا، جرجير ده. ده بقدونس. يعني هنا الارض دي انا شايفاها مليانه حاجات كتيره جدا، خضار وحاجات من دي، بس انا مش باكل منها بصراحه، يعني ما باكلش منها. وده جعضيد جعضيد. شايفين؟ وسلطه. السنه اللي فاتت كنت باخد منها سلطه، بس ما كنتش اعرف ان الارض هنا مليانه شويه حاجات اهي. بصوا، حشرات وحاجات كده مش حلوه. دي برضو اسمها ايه؟ جعديد، اللي هو المر قوي ده، صح؟ اسمه جعديد ولا اسمه ايه؟ شايفين؟ بصوا هنا سلطه، في حاجات هنا فيها سلطه. يعني سلطه ممكن تلاقي شويه جرجير على شويه سلطه خضراء على شويه، يعني بصوا، يعني اللي راشش هنا راشش يعني بضمير قوي. بس مخليكي بقى ايه، مش شايفه حاجه، ما تقعدي تدوري على الحاجه اللي انت عايزاها. السنه اللي فاتت خدت من السلطه الصغننه خالص دي، غاليه جدا هنا الكيلو بتاعها، وكان في جرجير خدت منها وعملت منها اكله حلوه. عملت طبق سلطه. تمام. زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الصيف طلع، يعتبر اول يوم النهارده. هو طلع من كذا يوم، بس ما كانش الجو حلو قوي زي النهارده. سوري، زي النهارده الجو حلو. ووريت لكم قبل كده المنظر ده اللي انا عايشه فيه، الجو والمكان. شايفين؟ جو جميل. وطبعا اللي هنا الجار، دي جارتي هنا في الشقه اللي جنبي. ست لذيذه جدا، دي اللي راحت معايا ساعه ما كان رؤوف تعبان.
اكيد انتوا سمعتوا الكلام ده مني قبل كده. ست اسمها باربرا، بس ست حنينة أوي، جميلة أوي، كبيرة في السن كده، ست جميلة. تمام. أنا دي بس إيه، الزرعة دي والورد ده هو مجنني بصراحة، مجنني. اوريكم بقى الجنينة التانية وانا بقصها لقيت فيها ايه وسبته عشان بصراحة انا بحبها. تمام، افصل واجيلكوا تاني. تعالوا بقى نروح على الجنينة التانية اللي هي يعتبر الأساسية بتاعت الغرف النوم. شايفين؟ بصوا الزرع تيول كبر. دي جنينة تانية اللي هي الخلفية اللي هي عند أوض النوم. تمام. والسجورنال اللي هو أوضة المعيشة يعني، بالمطبخ بكله. عايزة أقول لكم هنا في حشرات كتيرة جدا بتفحر وتخرم فظيعة جدا. بخاف وانا بقصقص الزرع بصراحة انها حاجة ممكن تكون مؤذية. دي بقى كوستا. عارفين في فيلم كنتوا تسمعوا الخواجة كوستا؟ هي بقى دي كوستا، لان اللي مش هيعرف وما يعرفش نوع الخضار ده هتقولوا لي سلق. لا مش سلق، ده السلق حاجة والكوستا دي حاجة تانية. ده خضار حلو قوي بالسلق، وبتحط عليه شوية زيت زيتون وملح وفلفل وتاكليها كده او زبدة سيان. انا بقى وانا بقص لقيتها قلت والله لا خليكي. بصوا منظرها عامله ازاي، كانت لغايه هنا الاسبوع اللي فات. دلوقتي بصوا ما شاء الله. هسيبها تزرع كده وتفرع. حبيبه قلبي الكوستا، انا لازم كل ما اروح اجيب خضار لازم الكوستا. لقيتها جت لغايه عندي فرع. هطلع منها الورق ده، هاخده واغسله واروح حطاه في قلب التلاجة، جمع شويه كده وبعد كده يبقى اعمل طبق. الحاجه التانية بقى عندي الحصى اللبان اللي هو ده في مصر انتوا عارفينه، ده الاخضر. بصوا ما شاء الله، شايفين جميل ازاي واخضر حلو. انا لما باجي بعمل الفراخ حاجه لارسطو باخد منها بقطع وبحطها في الاكل بتاعي، بحطه مع الارسطو دايما. كانت صغيره، كانت النص دي السنه اللي فاتت يعتبر في شهر 10. من كتر ما انا بقصقص منها وباخد بقت تزيد ما شاء الله. هي دي الجنينه طبعا، وزي ما انتوا شايفين. وده الجار التاني، الشقه الجار اللي جنبي هنا زي الكومباوند بالظبط. احنا مش بصوا كده يعني، انا مش عايزه اصور يعني حد تاني، شقق تاني حد، عشان ليها خصوصيه بصراحه. الغسيل من الهوا بيطير ويقع في الارض، لان كنا بننشر تحت في المخزن. دلوقتي بقينا نطلع هنا في الهوا وننشر حاجتنا زي ما انتوا شايفين كده. هنا جار، اوبس كنت هقع. وهنا كنت لسه بفكر ان احنا نجيب حاجة هنا نحطها في الجنينة بدل الكراسي العادية. اجيب كرسي وبتاع، بس متخوفة بقى لان بيبقى فيها تعابين بصراحة. الجناين دي بتبقى فيها تعابين، الا لو اتغيرت التربة خالص وتحط نجيلة جديدة، هي الحالة الوحيدة اللي تبقى نسفت الموضوع ده. بس عايزة صرف يعني. شايفين؟ ايه رأيكم في الجمال ده والحلاوة دي؟ وبكده خلص الفيديو بتاع النهاردة، واقول لكم مساءكم فل وسعادة وهنا. وعايزة اجيب لكم المنظر البعيد ده. شايفين؟ مساءكم فل وسعادة وهنا وسرور وانبساط، وبعيد عن الهم وبعيد عن المرض وبعيد عن الغم وبعيد عن الفقر وبعيد عن اي حاجة تزعلنا. سلام عليكم. اقول سلام عليكم هنا على الزرع الحلو ده.